في هذا الجهاز يتم صناعة أرضية الشماغ وتم سحب الخيوط من هنا. عدد الخيوط اللي هنا 3300 خيط، كل الخيوط هذه تروح مباشرة إلى هذا الجهاز. وبهذه الخطوة يتم تجهيز اللون الأحمر للشماغ اللي هو زهرة الشماغ. هنا عدد الخيوط 54 خيط. الآن الخيط الأبيض جابوه هنا والخيط الأحمر هذا هو فوق، ويبدأ الآن مرحلة النسيج بالكامل. لاحظ الآن مرحلة النسيج. تدري أنهم يضيفون كل خيط هنا داخل هذه الإبرة عشان تبدأ مرحلة النسيج. وللي يحبون الشماغ الأبيض هذا هو مرحلة النسيج للشماغ الأبيض. عدد المكاين هنا كثير جدا، والشماغ الواحد ياخذ وقت طويل جدا في الصناعة. بعد ما يتم صناعة الشماغ يجيبونها هنا عشان يفحصون الشماغ قطعة قطعة حبة حبة ويتأكدون من جودتها وسلامتها. لو لقى هنا فيه أي عيب مباشرة راح يعطيها علامة ويبلغهم إنه يكنسلونها أو يلغونها من العملية وعشان ما توصل للعميل. بعد ما يجهز الشماغ يجيبونه هنا ويغسلونه عدة مرات. يعني شماغ كاستل إذا وصلك ما يحتاج تغسله، مغسول وجاهز. وشوف هنا طريقة غسيل الشماغ. وفي هذه المرحلة يتم إعطاء الملمس المطلوب للشماغ من خلال هذه العملية. وبعد ما يطلع من هنا يدخل على غرف الحرارة للتجفيف وضبط المقاسات. ومن هنا خروج الشماغ بعد ضبط المقاسات والملمس المناسب. بعد مرحلة التجفيف وضبط المقاسات يجيبونه هنا ويقصون شماغ شماغ. لاحظ طريقة القص يدويا. وفي هذه المرحلة يتم خياطة أطراف الشماغ بهذه الطريقة. لاحظوا. وهنا القسم النسائي لخياطة أشمغة كاستل. بعد الخياطة يجيبون الشماغ هنا عشان الكوي اليدوي. في هذه المرحلة يتم ختم الشماغ، اللوجو العلامة التجارية للشماغ. ويكون الختم بهذا الشكل. لاحظ هنا